السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم ستوري باي دودو، قصص وعبر. ستوري ديال اليوم ولا قصه ديال اليوم من عند واحد المتابع رجل اللي بغى يعرف ارائكم ونصائحكم. نتمنى يا ربي تعطيو واحد ليه في التعاليق، كتبوا له نصائحكم وارائكم، ما تبخلوش عليه ارجوكم في التعاليق. وكيبدا قصته السلام عليكم اختي دودو، انا راجل مزوج هادي شهر، يعني فترة الزواج ديالو شهر دابا، ومراتي خدامة في واحد الشركة معروفة من مدة. بغا يقصد ان مدة وهي خدامة، ما عطاناش التفاصيل اكثر، ولكن هادشي اللي قال. عامين وحنا مخطوبين قبل الزواج، وفي هاد الفترة كلها هي كانت خدامة، يعني في هاد العامين. ومن الاول قالت لي ان النص ديال الشهرية ديالها كتعطيها لوالديها، والنص الاخر كتدبر به مصاريفها، يعني كتصرف به على راسها، يعني خلصتها كتقسمها على جوج، النص لوالديها والنص كتصرف به على راسها. كيكمل قصته كيقول والله حتى ما كنتش عارف شحال كتشد، حتى لواحد النهار وقع واحد الموقف. خديت لاكارت ديالها، وحيت كانت محتاجه تشري شي حاجه قالت لي نشوف واش داز ليها الصالير ولا مازال. يعني هو خدا لاكارت ديالها ومشاش يشوف واش داز ليها الصالير ولا مازال، ومنين دخلت لقيت فيه مبلغ. قلت ليها راه فيه الرصيد كدا كداشي، يعني قال ليها واحد المبلغ. قالت ليه ايوا صافي راه نزل الصالير. ومن تما عرفت شحال كتشد، يعني كان هذيك اول مره كيعرف شحال كتشد فيه الزوجه ديالو. وفاش اختي دودو كنا مخطوبين قالت لي الا كانت الدار محتاجه شي حاجه غادي نعاون. كيقصد زعما ان الدار ديالو هو وياها، يعني من بعد ما غتاسس الا كانت محتاجه شي حاجه، يعني اتفقوا انها غادي تعاون بصاليرها الخاص ولا مالها الخاص. هادشي علاش اتفقوا منين كانوا مخطوبين. ودابا كنقول ليها راه تزوجنا وخصنا نشاركوا في كل شيء، وانتي الشهريه ديالك ما شاء الله اللهم بارك قادره تكفي المصاريف ديال الدار والزياده كاع، يعني خلصه اللي مزيانه ما شاء الله. وكيقول ليها خليني انا نخلص شويه في الكريدي ديال الزواج. على اللي فهمت انه كان داير الاخ، كان داير واحد الكريدي، يعني باش كريدي ديال مصاريف الزواج وربما ديال العرس، المهم ما عطاناش التفاصيل، يعني ان فيه من بعد الزواج دابا في هذا الشهر هو كيرد كريدي. ايوا غير سمعتني قلت ليها عاونيني شويه في مصاريف ديال الدار. قالت لي انا من الاول قلت لك كنعاون والديا حيت هما اللي وقفوا معايا وتعبوا باش نوصل اللي انا وصلت ليه في هذا المنصب هذا. وقالت لي هادشي انا قلته لك النهار الاول. وزادت السيده ولات تعنتت وكتهضر بصوت عالي والجيران كيسمع وكتغوت بواحد الطريقه بحال انا راه ماشي غير طلبت منها نتعاونوا، طلبت منها بحال طلبت منها صدقه. وانا نقول ليها شوفي يا بنت الناس، دابا انتي راك في دار راجلك، خصك تنسي عليا ديك الهضره القديمه، يعني الهضره علاش اتفقنا في الاول، حيت انتي دابا راكي كتخدمي كتضيعي من وقتك ومن وقت اللي خصك تعطيني انا كزوجك ومن وقت دارك، وفي الاخير تمشي تعطي الفلوس لداركم. فين كاين هذا المنطق؟ واش هذا منطق في نظركم؟ زدت قلت ليها خصك لا تعطيني لاكارت ديالك تكون عندي، ولا احتاجتي شي حاجه تقوليها ليا انا، حيت انا الراجل وانا المسؤول هنا على كل شيء. ايوا السيده غير مازالت في غواتها، وغير مازالت كتعلى وتعنتت وتغوت، والناس كيسمعوا والجيران كيسمعوا، وبقات متمسكه بكلامها. انا بصراحه اخوتي بغيت نعرف الرجال اللي عيالاتهم خدامين كيفاش دايرين، وفين هي الفايده من خدمه المراه الا ما كانتش غتعاون في مصاريف الدار؟ شنو غادي يستافد هذاك الراجل اللي مضيع له من وقته ومن وقت دارو؟ والمشكله دابا علاقتنا ولات متوتره والحاله ولات صعيبه بيناتنا، وعلى اللي بان ليا محال واش غادي تبدل رايها،
يعني هي متشبته ومتمسكه بانها ما غاديش تصرف معايا وما غاديش تعطيني لاكارت ديالها. ومن جهه اخرى راه ما غاديش يمكن تخلي خدمتها، حيت هي اللهم بارك دكتوره صيدلانيه وكتخدم في شركه ديال الادويه، والشهريه ديالها والصالير ديالها اللهم بارك راه اكثر من الصالير ديالي بالاضعاف. يعني اللي غادي يقول لي الحل ديال قول ليها تجلس في دارها وتقابل دارها وانتي تصرف ولا نتايا تصرف عليها، هذاك راه ماشي حل. راه ما يمكنش تخلي صالير بهذاك المبلغ وتخلي خدمه ديالها اللي خدمات اللي ضربات عليها تماره سنين باش غادي تجلس. ما غادي نقولها هذا الحل راه ما غاديش تقبل به. اختي دودو، بغيت الاراء ديال الناس ديالك وبغيت النصائح ديال الناس اللي مزوجين وخصوصا الناس اللي عيالاتهم خدامين، واش هما اللي كيشدوا لاكارت ديالهم كيفاش كيتصرفوا في المصاريف ديال الدار، واش كيقسموا على جوج؟ قولوا لي، يعطوني، انا راني تلفت، تعطوني ارائكم ونصائحكم. الاخوان كنتمنى ما تبخلوش على هذا السيد بالنصائح ديالكم، حيت كيبان لي فريمون انه بصح انه تالف، يعني ما عارفش بصح اش غيدير. انا في نظري كاخت غادي نعطيك نصائح. هي نصيحه ديالي كاخت ليك هو انك مادام انك تفهمتي انت وياها في النهار الاول ما غاديش تصرف معاك، وقالت لك بان هي راه كتعطي النصف خلصتها لوالديها، فكنظن ان انت كنتي موافق على هذا القرار، يعني فلا داعي دابا باش تبدوا المشاكل، وحاولوا تحلوها بالتي هي احسن. وكنظن الا كانت بنت الناس وكتخاف الله فهي غادي تشوفك محتاج، يعني ما غاديش تبخل عليك حتى هي بهذيك الصالير وتعاونك الا شافت ان دارها محتاجه ولا مستقبلا وليداتها محتاجين، فهي اكيد ما غاديش تبخل عليكم. هادشي كنظن الا كانت هي بنت الناس. وكنظن انه قبل اي زواج يعني الواحد يحط النقط على الحروف باش هكا ويكون الوضوح بيناتكم، باش هكا ما يكونوش مشاكل بعد الزواج. اكيد كيكونوا مشاكل، ولكن يعني ما يكونوش مشاكل بحال هادو اللي واضحين في النهار الاول تفاهمتوا عليهم. فلا داعي باش ترجع على رايك. وخلي الامور تمشى كما هي. اي واحد عنده الاخوان قصه ولا قصه سواء مخيفه مضحكه، نتمنى انه يبارطاجيها معنا باش هكا نعطيوه ارائنا. الا كانت مضحكه نضحكوا جميع وهكا باش كنستافدوا مع بعضنا. وشكرا لكم على الوفاء ديالكم، وشكرا على المتابعه ديالكم. ما تنسونيش بلايكاتكم فضلا ليس امرا، لايكاتكم للفيديو. الا ما عجبكمش الفيديو ممكن ديروا ديزلايك كذلك، نتوما احرار. بطبيعه الحال انتقاداتكم البناءه، يعني انتقاد ما يكونش من اجل الانتقاد فقط، يكون انتقاد بناء. وشكرا لكم على المتابعه، وشكرا للمتابعين الاوفياء اللي كيديروا فيا الثقه باش نبارطاجي مشاكلهم مع الاحباء ديالي. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.